هل تصدق أن نايكي خسرت ميسي مقابل 500 يورو فقط؟ هذه القصة تعد من أغرب وأغلى الأخطاء في تاريخ كرة القدم. عندما كان ليونيل ميسي في 16 من عمره، وقع أول عقد له مع نايكي، عقد بسيط بقيمة 10,000 يورو سنويا مع بعض الملابس المجانية. لكن بعد عامين فقط انفجر ميسي كموهبة عالمية، وفاز بكأس العالم للشباب، وأصبح أفضل لاعب في البطولة، وبدأ يشق طريقه داخل فريق برشلونة الأول. في تلك اللحظة دخلت أديداس على الخط وقدمت له عرضا خياليا 750 ألف يورو في السنة. علمت نايكي بذلك وقررت مطابقة العرض، لكن قبل توقيع العقد الجديد طلب والد ميسي شيئا بسيطا: ملابس إضافية للعائلة لا تتجاوز قيمتها 500 يورو. المفاجأة؟ نايكي تجاهلت الطلب تماما. مرت الأسابيع ولم يأتي أي عقد. شعر ميسي بالإهانة، فاتصل بأديداس ووافق على عرضهم مباشرة ووقع معهم رسميا. نايكي حاولت مقاضاة أديداس، لكن المحكمة حكمت لصالح الأخيرة، ومنذ ذلك اليوم أصبح ميسي أيقونة أديداس الأولى. 500 يورو فقط كانت كفيلة بخسارة أعظم لاعب في التاريخ.